يلا بقى يا ولاد. النهارده انا مش عامله تحدي، بس انا رايحه اشتري حاجه من وسط البلد. قلت بدل ما اركب او اخد العربيه برضو هعمل تحدي مشي. الغرض منه ان انا احرق دهون، اقلل كوليسترول، اخس، واعمل تحدي مع نفسي واشوف انا هوصل وسط البلد في قد ايه، او عابدين، مش عابدين، باب اللوق، هوصل في قد ايه يا ترى؟ يعني هقعد قد ايه في الطريق؟ زائد ان انا محتاجه ان انا امشي عشان اخس، بما اني بعمل لسه دايت. انا ما نسيتش الدايت على فكره، ولسه موجود. ها. انا دلوقتي قدام البيت، انا من السيده زينب، وفي السيده زينب دلوقتي، ولسه هتحرك اهو وهشوف الساعه دلوقتي كام. الساعه دلوقتي 2:51 او 3:10 تقريبا، 3:10 تقريبا. خلاص ده البداية اهو. هنشوف احنا نوصل في قد ايه لباب اللوق، وبعد كده لميدان التحرير وارجع تاني. يعني انا مش هاخد برضو مواصلة، انا هروح اشتري حاجة من باب اللوق واوصل لميدان التحرير وبعد كده ارجع تاني. ممكن اخد الافوكاتو بتاعي من فرغلي هناك. هنشوف. يلا استنوني. موتو رجلي، موتو رجلي، الناس حفظتني في الشارع. محفوظة البنت اللي بتصور نفسها وهي ماشية. عادي عادي عادي، انا بصور نفسي عادي. حد له عندي حاجه؟ انا اهو، انا لسه في السيده زينب وانا ماشيه رايحه وسط البلد. استنوني يا ولاد. انا فين؟ انا في شارع بورسعيد. انا فين؟ انا في شارع بورسعيد. ده كده شارع بورسعيد يا ولاد، السيده زينب. هاخده كده لغايه احمد ماهر تقريبا، واحوت شمال عشان ابقى ايه. ده طبعا الطريق الاطول. انا ممكن اخد الشارع ده اللي هو مجلس الامه ده، ابقى هناك على طول، او يعني قريبه من وسط البلد قوي. لكن انا هاخد الطريق الايه الاصعب الاطول شويه عشان نتمشى، عشان الكوليسترول، عشان حرق الدهون يا ولاد. كده عند احمد ماهر اهو. احمد ماهر على يميني، والشارع اللي هو بعد مدينه الجامع هخش شمال. اوكي كده بقى خلصت السيده زينب للاخر، وهدخل على بدايه عابدين. بدايه عابدين، جنينه بتاعت قصر عابدين. وده القصر. القصر واخد مساحه مهوله، يعني بص كده، ده المدخل بتاعه لغايه فين، ودي الجنينه بتاعته. في لسه جنينه هناك اتقفلت، الحكومه قفلتها. يعني واخد مساحه كبيره قوي يا ولاد. وهنمشي من الشارع ده، نمشي من جوه الشارع ده. دي واجهه القصر الاصلانيه خالص. ده ايه من الشارع الجانبي، ده شارع الشيخ ريحان خالص. بص واخد قد ايه، وبص الجنينه اللي هناك، وبص هو السور بتاعه واصل لفين هناك، من اول فين لايه. ده العرض بتاعه غير الطول اللي احنا خدناه من الاول للاخر. ودي الجنينه التانية اللي في الوش، ودي الجنينه الاولانيه. بص بقى، دي الجنينه اللي اتعمل لها سور. هي كانت في الاول ما كانش فيها سور، كان بيتعمل فيها حفلات وكان فيها كل حاجه. ودلوقتي اتعمل لها سور كبير من المحافظه. بس طبعا هي ستيل من الجناين المهمه في عابدين، والجنينه الحلوه في عابدين. بقى فيها كافيهات، وبقى فيها سور، وليها تيكت واصله لغايه فين. هو المنظر الاحسن ان هو يتشاف على الطبيعه، لان ليه ابعاد. يعني المكان مش بعد واحد، ليه طول وليه عرض كبير، واخد مسافه واخد مساحه كبيره. انا كده فين يا ولاد؟ في ميدان عابدين. ادي الجنينه وقصر عابدين وراها، ودي الجنينه، وده ميدان عابدين، ودي المحافظه، محافظه القاهره. ده الميدان، الميدان ده ميدان عابدين. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:15. اوكي 3:15. باب اللوق. شارع باب اللوق.
كل الحاجات دي قديمه. بص اللي هناك اللي عندها السقف اللي عامل زي القله ده قديمه. في حاجات قديمه وفي حاجات جديده. دي عماره استراند. شارع باب اللوق وشم ريحه البن البرازيلي. معرض البن اليمني اشهر بتاع بن هنا. بصوا بقى الجمال ده. بصوا المباني دي. بصوا دي الانتيكس الاصلي. شارع باب اللوق الانتيكس الاصلي. الغرفه التجاريه. لا انا الانتيكس الاصلي يا ولاد. مفيش حاجه كده الا في الكوربه بقى. انا كده وصلت فين؟ في محمد محمود، واشتريت الحاجه بتاعتي. اشتريت العسل اللي انا عايزاه من المزرعه اللي انا عايزاها. ده باب اللوق. لكن انا دلوقتي قعدت بقى فين؟ فرغلي. يا فرغلي يا ولد هات لي المشروب يا ولد. بما ان هو المشروب الرئيسي بقى اللي احنا حفظناه اللي هو ايه انا بشرب ايه؟ بشرب ايه؟ المشروب الاخضر. هسميه المشروب الاخضر. انا مش هسميه افوكاتو بعد كده، هسميه المشروب اللي بيعمل لي المزاج بقى. المزاج. انا سبت القهوه والشاي ما بقتش اشربهم. يعني انا بطلت شاي وقهوه. همسك في مين؟ في الافوكاتو في الايام المسموح فيها، لان انا في ايام مش مسموح فيها الفواكه اصلا. فالايام المسموح بيها لو انا بره او انا مثلا معزومه او انا مع اصحابي او واتيفر انا فين، لا خلاص القهوه والشاي انتهوا، ما بقوش في حياتي الا لو اشرب شاي بلبن ولا حاجه كل اسبوع مره. البديل بتاعي هو الافوكاتو خلاص. او اشرب فراوله من غير سكر او بسكر قليل. دي بعملها في البيت، لان معظم الحاجات اللي انا بقيت اشربها وباكلها من البيت. بطلت ان انا ارمرم. ممكن ارمرم مره او مرتين في الشهر. الرمرمه دي بتبقى يوم الفري بتاعي، لان انا برضو ستيل ناو بعمل ريجيم. مخلصتش، لن انتهي. بما اني سوابق في حكايه الرجيم فانا لن انتهي من هذه السابقه ابدا. ان شاء الله ننتهي على خير ونوصل للوزن المثالي. ولكن لحد ما نوصل للوزن المثالي يا ولاد فانا ستيل ناو على مبدئي، لان انا تعبت قوي الايام اللي فاتت. الايام اللي ما كنتش بصور فيها فيديوهات انا كنت تعبانه جدا جدا جدا. مش تعب جسماني بس، لكن كان تعب نفسي. يعني كان حمل كبير قوي. بس الحمد لله بدأت افوق شوية. علشان بس مش معظم الناس اللي تشوفني تقول هي مبسوطة. لا انا مش مبسوطة ولا حاجة. يعني الدنيا مش اخر لطافة معايا. بس الحمد لله. البني ادم اللي ما يقولش الحمد لله ويبقى نمرود ويقول انا فيا وفيا وفيا، لا ده نمرود. لان احنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا نعم كتيرة قوي. حتى لو في نعم او في حاجات صغيرة ضاعت منك، في اكتر منها موجودة عندك. انت الاوريجينال. يعني في حاجات فيك انت ما تعرفش تعملها او تستبدلها. ما في حاجات في جسمك انت ما تعرفش تستبدلها. فحافظ على جسمك بقدر الامكان. الاوريجينال اللي ربنا اداهولك. هنقول الحمد لله. وانا هعمل فيديو برضو انا ليه ما كنتش بصور. بس انا حابه اقول ان انا ستيل ناو بحاول احافظ على صحتي. بحاول اعمل تحدي المشي. بحاول ان انا اشرب مشروبات صحيه. بحاول امنع كل حاجه سيئه كنت بعملها في حق نفسي. بحاول بقدر الامكان ابقى كويسه عن الاول. يا رب نبقى كلنا كويسين، ويا رب كلنا نحافظ على صحتنا. انا دلوقتي هاخد الريست بتاعي في فرغالي مع الافوكاتو بتاعي. يعني انا بقى لي 10 دقايق كده، وبعدين هقوم همشي تاني للبيت. انا مش هركب تاني. ولكن انا هاخدها مشي بقى. بس هاخدها مشي في الاماكن الضله شويه، لان الدنيا دلوقتي شمس الساعه 3 او الساعه 4 دلوقتي. الساعه 4 هاخدها مشي برضو. بس هاخدها مشي من اماكن ضله شويه.
يلا اراكم قريبا، وهصور لكم برضو الفيديو وانا مروحة عشان تشوفوني. يلا see you soon. وبعد المسيرة المريرة وصلت تاني نفس المكان اهو. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 4:38. يعني خدت المشوار في اقل من نص ساعة، عشان تعرفوا ان المشوار من غير تصوير ووقفات في النص بياخد ايه 25 دقيقة او تلت ساعة لو انا جريت، يعني خدتها بالخطوة السريعة. ولكن كانت فرصة سعيدة يا ولاد. فرصة سعيدة، وصلت خلاص. اهلا بيكم، تعالوا زورونا خلاص. فدي كانت ايه تحدي وسط البلد. كنت رايحة في ساعة الا تلت وجيت في اقل من نص ساعة او 25 دقيقة. كنت بادئة كام 4:15، دلوقتي 4:38 دقيقة. خلاص ده كان تحدي مين؟ تحدي باب اللوق والسيدة زينب. من السيدة زينب لباب اللوق مشي ورجعت مشي، يعني كده التوتال مشيت كام تقريبا؟ مشيت ساعة و10 دقايق تقريبا، او ساعة و5 دقايق تقريبا. حلوين يعني اكتيفيشن. شوية الواحد ياخد طاقة، شوية يحرق دهون، شوية يقلل السعرات، او ينام كويس، يحرق دهون، يقلل الكوليسترول، يقوي عضلاته، يقوي نفسه عشان يقدر يعمل اي مجهود بعد كده. لا حاجة حلوة، انا مبسوطة وميرسي بوكو، وتفضلوا معانا في كل تحدي انا بعمله. باي باي.